أعزائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم معنا النهاردة لقاء جديد بيجمعنا بيكم على الهواء مباشرة من خلال برنامجكم في قلب الحدث. معنا ومعكم الكثير دائما من الموضوعات اللي احنا بنطرحها من خلال برنامجنا وعلى الهواء مباشرة. يمكن كلنا في هذه الأيام بنعيش احتفالات أعياد سيناء وعيد تحرير سيناء يوم 25 إبريل، وأيضا بيوافق العيد القومي لمحافظة شمال سيناء. وبالفعل بدأت محافظة شمال سيناء الاستعدادات لاستقبال العيد القومي بعدد كبير جدا من المشروعات في مناحي مختلفة من القطاعات. في قطاعات متعددة زي قطاع الإسكان، افتتاح لمدينة رفح الجديدة، وعدد كبير جدا من الشقق السكنية بيتم طرحها للسكن في مدينة رفح الجديدة. كثير من المشروعات أيضا بدأنا من خلال الاحتفال بالعيد القومي. فكل عام وحضراتكم بخير، وخلونا بينضم معنا سيادة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. برحب بيك سيادة اللواء، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. اهلا بيكي واهلا بالساده المستمعين والمشاهدين، ونتمنى ان شاء الله يكون عيد سعيد دايما على مصر بالكامل. سيادة النائبة عايدة السواركة معانا على الهواء، وأيضا بتنقل لحضرتك تحياتها وبتقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وبخير. كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيبة. سيادة المحافظ، عايزين نبدأ نتكلم مع حضرتك عن أهم المشروعات اللي بالفعل تم افتتاحها وتم إضافتها لكثير من المشروعات على أرض محافظة شمال سيناء بمناسبة طبعا العيد القومي، وكان على رأسها زي ما كنا بنقول مدينة رفح الجديدة. اتفضل فندم. هو طبعا يعني أول برحب بسيادة النائبة عايدة اللي موجودة مع حضرتك، وبقول إن إحنا كل محاور التنمية تقريبا بنفتتح مشروعات تمس هذه المحاور، بمعنى ان احنا عندنا مثلا تنميه زراعيه، تنميه صناعيه، تنميه تعليميه، تنميه مجتمعيه. كل محور من هذه المحاور له نصيب في الافتتاحات، ولكن احنا مزودين شويه في التنميه المجتمعيه، لان التنميه المجتمعيه انا بعتبرها هي الاساس. والتنميه المجتمعيه دي فيها بقى حاجات اللي هي تمس حياه المواطن، زي التربيه والتعليم، وزي الصحه، ويعني الحاجات القطاعات الخدميه دي بتندرج تحت محور التنميه المجتمعيه. وانا شخصيا على المستوى الشخصي بوليها اهتمام. واذا كان عندنا مثلا في محاور التنميه مشروع او اثنين، لا احنا في محاور التنميه المجتمعيه عندنا اضعاف هذه المحاور. فاحنا طبعا بنوليها اهميه كبيره، وبنفتتح بقى احنا فاتحين مدارس. يعني احنا على سبيل المثال عندنا مدرسه افتتحناها امبارح. المدرسه دي مدرسه صناعيه، ولكن بتخص حياه الصيادين اللي هم شغالين في بحيره البردوي. تقول الثانويه البحريه. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني بتمس كل الاحتياجات بتاعت فرضت عليه ان هو يتعامل في هذا الموضوع. فطبعا دي كانت احد الحاجات المشرفه. ايضا بقى مدارس تعليم عام عديده، يعني سلمانه الثانويه العامه. بالظبط. لا ده كل يوم سلمانه دي احنا بنخصص في الافتتاحات في العيد القومي لكل مدينه يوم بنعمل فيها، لان يعني الايام مش هتقضي لو احنا ما اديناش او خلطنا الناس ببعضها. لا احنا كل يوم في مدينه. يعني احنا امبارح كنا في بير العبد، قبل كده كنا في العريش، قبل كده وهكذا. يعني ماشيين. وبكره ان شاء الله عندنا الشيخ زويد. فيعني كل يوم في جديد، وبعد بكره في نخل، والنهارده كان في الحسنه فيها مدرسه. يعني كل يوم في حاجات لمدينه تتنوع بقى. ممكن تلاقي حاجات تعليميه وصناعيه وتموينيه مثلا، وعلى مختلف الاتجاهات.
أنا بس هتوقف مع حضرتك عند مدينة رفح الجديد اللي احنا بنشوفها على الهوا أثناء ما حضرتك بتفتتحها. بصراحة أول مرة أشوف المستوى الجميل الرائع ده من الشقق السكنية اللي موجودة. يمكن ده ما كانش بيحدث على محافظة شمال سيناء، حاجة على أعلى مستوى بصراحة، مدينة متكاملة يعني، فحاجة يعني مبهرة بصراحة. طبعا يعني متكاملة. بنشكر حضرتك على الشعور الطيب، وعايز اكد على حاجه بقى، يعني الحاجات اللي حضرتك شفتيها ومبسوطه منها، واكيد الساده المشاهدين برضه مبسوطين منها، انه طبعا الوحدات السكنيه دي متخفضه بنسبه 55%. بمعنى اذا كان مثلا التكلفه بتاعه الشقه مثلا 1000 جنيه، ف 55% منهم الدوله مدعماهم، المواطن هيدفع 45%. الحاجه الثانيه ان فوق بقى سعر الشقه لوحدها في بقى الحاجات الخدميه، زي الميه، الطرق، الشبكات، يعني كل الحاجات الخدميه. الحاجات دي كلها تكلفتها غير محمله على المشروع. يعني الدوله هي اللي تحملت كل هذه التكلفه. ومش بس كده التكلفات، ولكن في التخطيط لإنشاء هذه المدينة تم الوضع في الاعتبار الرئيسي إنها تكون مدينة من الجيل الرابع. الجيل الرابع يعني من حيث انتهى الآخرون. يعني احنا دلوقتي أرقى المناطق في سواء بقى العاصمة الإدارية أو في التجمعات وخلافه ديت، يعني بدأت تشتغل في الجيل الرابع. لا احنا احنا الوحدة السكنية ديت والمدينة كلها مدينة من الجيل الرابع، يعني كل الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالنت وخلافه تم مراعاة. الحاجة الثانية ان احنا هذه المدينة صممت لتستوعب 75,000 نسمة. يعني بنقول ان احنا انشأنا مدينة بتشيل 75,000 واحد. طيب ال1000 نسمة، طيب كان لزاما ان احنا نقول نقسم المشروع ده الى 3 مراحل رئيسية. المرحلة الاولى 272 عمارة ب 4352 شقة، دي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بنتكلم في 276 عمارة بإجمالي 4416 شقة. المرحلة الثالثة 302 عمارة بإجمالي وحدات سكنية 4832. يعني احنا بنتكلم في المرحلة الأولى والثانية والثالثة ب 13600 وحدة سكنية. دول كلهم سيادة المحافظ لأبناء سيناء ولا احنا طبعا المرحلة الأولى اللي احنا شغالين فيها وهنسلمها، يعني احنا أعلنا عنها الطرح الأول للعمارات السكنية، أعلناه يوم 25 إبريل، وكان موجود وكالات الأنباء العالمية والمحلية وخلافه. احنا المرحلة الأولى مخصصة لصالح أهالي رفح، والمرحلة اللي بعد كده لو حالة انه اهالي رفح استهلكوا المرحلة الأولى كلها هنفتح لهم المرحلة الثانية. ثم بعد كده بعد اهالي رفح ما ياخدوا كفايتهم من الوحدات السكنية ان شاء الله هنفتح لاهلنا في مدينة الشيخ زويد، ثم بعد كده العريش وبير العبد ووسط سيناء. انما الاسبقية الاولى اللي احنا شغالين عليها هو مدينة رفح ومدينة الشيخ زويد. طيب عايزين برضو نتكلم مع حضرتك، يعني طبعا ده مشروع يعني
كبير وعملاق، لكن هناك أيضا مقومات على أرض محافظة شمال سيناء من المقومات الكبيرة، منها طبعا بحيرة البردويل. وبالفعل تم افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل أمس، وكان يعني افتتاح رائع، وأكيد هيساهم بشكل كبير هذا الافتتاح في تخفيض أسعار الأسماك على مستوى مصر. أنا عارفة طبعا أن هناك في تصدير من خلال البحيرة. اتفضل يا فندم. هو طبعا يعني من خلال على فكرة الإذاعة بتاعتكم أنا بقول لأهلنا في شمال سيناء وعلى الأخص في منطقة بير العبد حيث توجد بحيرة البردويل. امبارح واحنا بنفتتح كان للصيادين مشكلة وكانوا عايزين حل لها، واحنا وعدناهم سواء انا او اللواء الحسيني اللي هو ماسك الثروه السمكيه وعدناهم ان احنا هنخاطب جهات اختصاص عشان خاطر نحل هذه المشكله. كانت المشكله ايه؟ انه التصديق اللي طلعته الامانه العامه لوزاره الدفاع للقوات المسلحه والمنوطه بتامين السواحل كلها على جميع الاتجاهات، هي دي مهمة رئيسية لقوات حرس الحدود. كان التصديق طلع بأن يتم الصيد نهارا. طبعا أهلنا الصيادين الصيد نهارا ده ما بيجيبش معاهم قوي زي الصيد ليلا، لأن الصيد ليلا بيرمي الغاز والسمك بيبدأ يتجمع وكلام من ده. فكان المشكلة انه التصديق اللي طلع عشان فتح الشباك، فتح البحيرة للصيد كان نهاري فخم. انا من على الإذاعة بتاعتكم بأعلن لأهلنا الصيادين التصديق من وزارة الدفاع، الأمانة العامة لوزارة الدفاع صدق النهاردة على ان يبقى الصيد ليلا ونهارا، ودي بشرة حلوة بنبثها من خلال اذاعتكم يعني. ده كده حاجة جميلة، وان شاء الله يكون في زيادة بقى في ان شاء الله. طبعا الانواع المختلفة من الاسماك بيتضاعف على طول الكمية. يعني الصيد ليلا بيبقى اكثر شمولا واكثر حجما من الصيد نهار. فاحنا بنهنيهم وبنقول لهم بقى يعني ورونا شطارتكم بقى، وعايزين السمك يعني ينزل سعره اقل من النص كمان. انا دي سمك يجي لنا برضه يعني، مش بس على قد شمال سيناء يعني. لا ما انتم الخير والبركه كلكم. ربنا يخليك يا فندم. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك ايضا عن زياره عدد من الوزراء لمحافظه شمال سيناء، ومنها طبعا زياره وزير الشباب والرياضه ومهرجان الهجن، افتتاح استاد العريش، لقاء برضه مع مجموعه من الطلبه او شباب الطلبه بجامعه العريش. اتفضل. زي ما قلت لحضرتك ان احنا الافتتاحات او الحاجات اللي بنعملها في العيد القومي بتبقى متنوعه. وزي ما حضرتك قلت كده ان احنا زرنا السيد وزير الشباب والرياضه، وايضا السيده الفاضله وزيره الثقافه، والعديد من المسؤولين. حتى يعني كان مفترض ان فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد جمعه ان هو يهم الصلاة، ولكن لظروف خارجية ما قدرش يجي يعني. انما الوزراء اللي جم وشرفونا دول يعني شرفونا، ومارسنا انشطة جميلة زي ما حضرتك قلت كده سباق الهجن. سباق الهجن ده طبعا كان انتهى من سنة 2012 خلاص. ما يعني الجماعات الشر كانت بتعتبره كده خلاص ننسى حاجة اسمها هجن، واحنا طبعا قعدناها دي ثالث سنة ننفذ فيه السباق. وكل سباق بننفذه لازم بنضيف حاجة في الميدان. اصبح الميدان دلوقتي ميدان الهجن بتاع العريش هو الميدان الوحيد على مستوى الجمهورية والدول العربية اللي يعتبر ميدان يعني دولي لإقامة سباقات الهجن عليه. وده حاجة بتسعدنا ان احنا في خلال 3 سنين نقدر ان احنا نوصل
بالنادي نادي الهجن الى هذا المستوى. يعني ما شاء الله، وهناك يعني هذا العام في حاجات اخبار حلوه كتيره. يمكن عندنا من ضمن الاخبار يعني وسائل النقل المتعدده بالتالي اكتملت على ارض محافظه شمال سيناء. القطار بدا الدخول الى محافظه شمال سيناء، بتهيألي برضو على ما اعتقد المطار، الميناء البحري. كمان عندنا من ضمن الاخبار الحلوه هيبقى وضع حجر الاساس لمدينه السيسي الجديدة على أرض محافظة شمال سيناء. أما زي ما بنقول إن إحنا هناك العديد من الأنشطة والخدمات، الحاجات اللي بتتقدم للمواطن، وإحنا ما بنبخلش على المواطن بأي نشاط ممكن يخلي يغير الحياة سواء الثقافية على فكرة، ودي إحنا مركزين عليها جامد قوي، إن إحنا بنوفر الأنشطة الثقافية اللي تخلي هناك بين الطلبة وبعضها أنشطة وتحدي، وإنه يعمل حاجة زمايله عملوها ويجود هو أحسن وخلافه. لا ده طبعا حاجات جميلة. ويمكن احنا عندنا من الأنشطة الرياضية اللي موجودة، كان عندنا برضو زي ما حضرتك عارفة الاستاد الرياضي كان برضو من سنة 2010 ما خلاص نشف وما فيش أي حاجة فيه، وكان يعني كان بعض الناس بتقول عايزين نزرع فيه ذرة مثلا ولا حاجة. لا طبعا احنا الاستاد بالتصديق من السيد وزير الشباب والرياضة قدرنا ان احنا ننهي المرحلة الاولى بتاعته، واللي اهم مرحلة اللي هو الملعب ذات نفسه زائد التراك اللي حوالين الملعب. معمول حاجة نموذجية الى اخر ما توصل اليه التقدم في هذا المجال. يعني بنقول ان احنا كل يوم لازم نضيف جديد في فني رائع. يعني مع زيارة السيدة وزيرة الثقافة كان هناك بالفعل حفل فني استمتع به كل أهالينا في محافظة شمال سيناء. احنا طبعا بنتهز الفرصة دي وبشكر يعني السيد محافظ بورسعيد وأهالي بورسعيد، وخاصة مديرية الثقافة اللي شرفونا وقدموا فقرة. جم من بورسعيد وجم عندنا في شمال سيناء. الموسيقى العربية صح كده؟ فندم؟ فرقة الموسيقى العربية على ايوه بالظبط. بالظبط فرقة الموسيقى العربية عملت يعني فقرة كانت جميلة جدا. وطبعا احنا كنا طماعين، كنا عايزين كمان نتفرج على السمسمية وخلافه، الحاجات اللي هي الشهيرة بتاعت بورسعيد. انما اتفقنا مع معالي الوزير الثقافة ان احنا هنعمل تبادل للفرق بتاعتنا، فرقة الدبكة بتاعتنا وفرقة السمسمية بتاعت بورسعيد. واحنا على فكرة عملناها قبل كده، ولكن نظرا لضيق الوقت ووجود العديد من الفقرات شفنا بس فرقة الموسيقى العربية بتاعت محافظة بورسعيد، واستمتعنا طبعا بالفرق بتاعتنا احنا بقى بتاعت شمال سيناء بالحاجات الجميلة اللي احنا متعودين عليها. ونتمنى ان شاء الله انه ان شاء الله بصفة مستمرة يكون هناك تقدم وازدهار ان شاء الله. احنا طبعا يمكن مش هنفوت الفرصة ونتقدم بالشكر لحضرتك وكل المسؤولين على أرض محافظة شمال سيناء، لأنه قاموا بمجهود كبير جدا أثناء أحداث غزة وخلال الأحداث، وتقديم كل المعونات ويعني الصحية والدعم لأشقائنا طبعا الفلسطينيين. فطبعا بنقدم لكم كل التحية وكل التقدير. شكرا جزيلا، ونتمنى لك التوفيق وللقناة الرابعة كل توفيق إن شاء الله، وللسيدة النائبة عايدة السواركة أيضا تحياتي وللتوفيق إن شاء الله. لكل أهالي سينا نقول لهم إيه بقى في ختام لقائنا حضرتك؟ كل أهالي شمال سينا بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وما كان سيتم كل هذه الإنجازات إلا بوجود
شعب اهالي شمال سيناء سند للجهاز التنفيذي ومعاه في ظهره على طول، بالاضافه طبعا للجهاز التشريعي بقى النائبين والنائبات. أكيد طبعا أكيد. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. بشكر حضرتك جدا لانضمامك معانا على الهواء. بشكر طبعا الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، شكرا على انضمامك معنا. كل سنة وحضرتك طيب وكل أهالينا في شمال سيناء طيبين وبخير. بعد الفاصل نرجع مع سيادة النائبة وحديثنا عن عيد القومي لمحافظة شمال سيناء. نرجع مرة أخرى معكم على الهواء في قلب الحدث، ومعانا طبعا سيادة النائبة عايدة السواركة نائبة وعضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء. برحب بحضرتك وأهلا وسهلا بيكي. كل سنة وحضرتك طيبة وبخير. كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد قومي سعيد على محافظة شمال سيناء. إن محافظة شمال سيناء مرت بالكثير من الأحداث يعني الصعبة، لكن الحمد لله بدأنا في الكام سنة الأخيرة كده في تعافي من كل شيء واتجاه بقى للتنمية والمشروعات الكبيرة. وطبعا كنت حضرتك معانا في مداخلة طبعا سيادة المحافظ، وأكيد يعني كل هذه المشروعات حضرتك شاركتي في افتتاحها وبدايتها، فياريت بقى ناخد معاكي بقى التفاصيل أكثر عن هذه المشروعات على أرض محافظة شمال سيناء. في البداية طبعا بتقدم بالتهنئة بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العيد الثاني والأربعون لمحافظة شمال سيناء وللشعب المصري العظيم لقيادة القوات المسلحة، واللي هيفضل طول يعني كل سنة بنتذكر عيد تحرير سيناء هو رمز للصمود والقوة يعني ان احنا ان الشعب المصري لا يفرط في حبة تراب من أرضه، ويكون رمز للفخر والعزة والإلهام للأجيال القادمة. طبعا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية شمال سيناء وأن أمنها القومي في التنمية، فبدأت عجلة التنمية. يعني كنا بنحارب الإرهاب وفي نفس الوقت التنمية شغالة. يعني حتى عايزين نذكر أن في من العمال تعرضوا للعمليات الإرهابية، كل ده عشان يوقفوا عجلة التنمية على أرض سيناء، ولكن التنمية تمت على أرض سيناء. وكل سنة بيجي عيد تحرير سيناء معاه يعني افتتاح مشروعات عديدة على أرض سيناء. يعني بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنفاق تحيا مصر اللي ربطت سيناء رباط قوي بالأرض الأم الدولة المصرية، وسهلت الحركة ما بين محافظة شمال سيناء وباقي محافظات مصر. احنا أصبحنا بنعدي قناة السويس في 5 دقايق، يعني أنا حسباهم على الساعة في 5 دقايق احنا بنعبر أنفاق تحيا مصر. 2.5 ساعة بالضبط ببقى في قلب مدينة الشيخ زويد اللي كنا بنقعد 5 ساعات. يعني ده يعني من أهم المشروعات اللي عملها الرئيس السيسي، إن هو ربط سيناء بالدولة المصرية الأم يعني المحافظات. يعني شبكة الطرق. بعد كده يعني احنا عارفين العمليات الإرهابية أثرت على كل الخدمات في سيناء. فمن أهم المشروعات اللي هو محطات توليد الكهرباء، لأن ما فيش تنمية من غير كهرباء. الكهرباء هي أساس كل شيء. أساس، لو عايزة تزرعي أنت عايزة كهرباء، لو عايزة تبني أنت عايزة كهرباء، لو عايزة تشغلي مصانع أنت عايزة كهرباء. والمية كمان برضه تحلية المية. فكانت الكهرباء. وبعديها طبعا قلة المياه على أرض سيناء، التفكير في توفير المياه الصالحة للشرب، فكانت محطات التحلية على أرض شمال سيناء. وشبكة الطرق العملاقة. في عندنا تطوير ميناء العريش الأهم لوضع على خريطة الموانئ العالمية، وبدأنا نستقبل سفن اللي هي المحملة بالمساعدات والأدوية لأشقائنا الفلسطينيين. كان على رأسهم حاملة الطائرات الفرنسية جت في الميناء وبدأت تعالج بعض اللي هي المستشفى الفرنسي على ما أعتقد يعني. على حاملة طائرات هي عملاقة يعني. اتفضل. المهم وكمان اللي هو المطار برضه بيستقبل. يعني شفتي معبر رفح كل يوم بنستقبل ضيوف من دول أوروبا يعني يشوفوا عايزين يطمنوا إن المساعدات بتدخل للأخوة الفلسطينيين. يعني معبر رفح ده بقى يعني قبلة الزوار، فكان المطار لازم يعني كان جاهز في استقبالهم. تطوير المطار برضه حاجة كويسة، وحاجة وصول المعونات وتوزيعها أو تخزينها على الأخوة الأشقاء في غزة. يعني
كان شيء برضو صعب وفترة صعبة يعني، وما زالت يعني، بس كان والله يعني هي فترة صعبة، بس يعني اخواتنا على ابنائنا من العريش يعني قدها متطوعين بيشتغلوا في متطوعين طبعا. حاجات بتيجي بتتفرغ وتتخزن وبعدين تتعبى تاني عشان تعدي للمعبر. فابناء العريش يعني ابناء شمال سيناء ما شاء الله عليهم شغالين متطوعين في الموضوع، موضوع المساعدات يعني. وبعد طبعا عودة القرى بعد الأمن والتطهير أرض سيناء من الإرهاب، عودة القرى طبعا محتاجة عودة الخدمات ليها، عودة الكهرباء، عودة الطرق، المباني، حصر الأضرار، التعويضات، الحاجات دي اللي احنا اشتغلنا فيها للمواطن السيناوي عشان يرجع ويستقر في القرى. فكان بمساعدة معالي الوزير المحافظ اللي بتوجه له كمان بالتهنئة، يعني هو يستحق التهنئة الجامدة مننا، دايما موجود معانا في عيد تحرير سيناء، ودايما يعني بصراحة يعني بيفاجئنا برضو بافتتاحات كبيرة، والأرض سيناء تستاهل يعني اللي احنا عايزين، اللي بنشوفه في عهد الرئيس السيسي إنجازات لم تحدث يعني منذ أن تحررت سيناء. احنا بنشوف حاجات يعني كانت الأول حاجات بسيطة جدا، دلوقتي لا احنا بنشوف حاجات يعني تأسيس حاجات مشرفة، وحاجات يعني من اللي هي زي ما شفت مثلا المباني، مباني فخمة يعني حاجات رفح لا وحدث اللي هي على أعلى مستوى. يعني بمجمل الكلام أقول إن الرئيس السيسي وضع سيناء في قلب الجمهورية الجديدة. خلينا كده بقى نبلغ الخبر الحلو اللي قال لنا عليه سيادة المحافظ لدكتور شكري سلمان، مدير عام بحيرة البردويل على أرض محافظة شمال سيناء. برحب بيك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك دكتور شكري. مساء الخير يا فندم. مساء النور، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب وبخير. وحضرتك طيبة. طبعا الأول بنبارك على افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل، وكان افتتاحه السيد طبعا معالي الوزير دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وهو كان معانا دلوقتي وقال لنا على خبر حلو كان طالب بيه بعض الصيادين او كل الصيادين، قال عن ان الصيد نهارا، التصديق كان التصديق نهارا، وهو بلغنا دلوقتي ان بالفعل تمت الموافقه كمان ان التصديق هيكون ليلا، فده من ضمن الاخبار الحلوه يعني قلنا حبينا نبلغها لك. تمام. طب دكتور شكري كلمني عن الافتتاح بقى في البحيره. اولا تحياتنا لحضرتك وللساده المشاهدين والشعب المصري، وتحيه لفخامه السيد رئيس الجمهوريه وقواتنا المسلحه وعموم الشعب المصري بمناسبه اعياد تحرير سيناء. سياده النائبه عايده السواركه معانا وبتنقل برضو تحياتها ليك يعني. تمام يا فندم، تحياتنا لكل اهل سيناء وسعاده النائبة المحترمة المبدلة اللي ربنا يحفظها إن شاء الله. أشكرك. أولا يا فندم بالنسبة لبحيرة البردويل، حضرتك يمكن واحدة هي من أهم بحيرات مصر، ويعني يمكن عصب أساسي في شمال سيناء للمردود الاقتصادي كويس على الصيادين وعلى كل الخدمات والشعب اللي بيتعامل مع الصيادين سواء تجار، بتوفر اسماك بسعر اقتصادي مناسب لعموم الشعب. البحيره الحمد لله السنه دي تمت الموافقه على التشغيل اعتبارا من 27/4، والحمد لله اشتغلنا يعني، والحمد لله كان يمكن حتى انا بكلمك وانا لسه راجع من مراسي الصيد، والانتاج يعني انتاج متميز واسعار ان شاء الله في متناول كافه الشعب، لان برضه الاسعار طالما في كميات انتاج كبيره بيبقى في متاح للشعب، بيبقى في يعني نزول في الاسعار. واضح ان هتساهم بشكل كبير في تخفيض الاسعار بما يطرح من بحيره البردويل اكيد في الاسواق. طبعا احنا عارف حضرتك ان بحيره البردويل الاسماك بتاعتها اسماك مميزه طبعا. اسماك بحريه مميزه، ويعني ليها كده انواع مميزه ومعروفه طبعا، يعني منها الدنيس والقاروص واللوت سهليه طباره البوري طبعا موسى جمبري كابوريا ما شاء الله يعني. تمام يا فندم، احنا كان تشرفنا في الافتتاح
السيد الوزير المحافظ شمال سيناء، والسيد اللي هو كان حرب حسين فرحات المدير التنفيذي، وفي ظل يعني احتفاليه لاهل سيناء بافتتاح البحيره، ولفيف من قاده الشعب، اعضاء مجلس الشعب والشورى واهالينا في شمال سيناء. ويعني كان في مظاهره حب وعطاء لهذا البلد، اللي كان ان شاء الله يعني هيكون مردوده اقتصادي على الشعب عموما. النهارده فعلا حضرتك تبلغنا بخبر الموافقه، ودي تحيه لقواتنا المسلحه اللي دايما في صف، هو في صف الصياد وصف اهالي سيناء. بلغنا ان شاء الله بالعمل اعتبارا من الاسبوع القادم ليلا ونهارا، وكل الشكر والتقدير للسيد وزير المحافظ والأمانة العامة لوزارة الدفاع اللي صدقت بهذا القرار. بتهيألي يعني يا دكتور شكري كان القرار ده كان هيفرق كتير مع الصيادين لو كان بس نهارا، يعني بتهيألي ليلا ده هيزيد بقى الكمية وفارق معاهم كتير التصديق على هذا القرار. هو الفكرة حضرتك بالنسبة لليل والنهار هي ان مسألة النهار بيبقى كل ما معاملات بتبقى بتختلف شوية. يعني مثلا انا بالنهار يبقى لازم اطلع الصبح بدري، ابتدي اسرح دفتر يعني من القوات المسلحه، واخد بنزيني وابتدي اسرح وارجع لازم اخر النهار واسلم الدفتر واسلم الانتاجيه بتاعتي. ده بالنسبه للصياد، وبتتكرر العمليه يوميا، ففيها يعني مشقه وارهاق للصياد. طبعا الصياد بيبقى في شويه ضغط، واضافه الى المصاريف والتكلفه بتبقى اعلى، لان هو النهارده هروح يسافر في البحيره، يعني هياخد يقطع يعني يقطع مسافه كبيره، وعلى بال ما يصيد ويرجع بيستهلك كميه وقود. فهو الموضوع ان هو ابتدت احنا المنظومه في البردويل انها 5 ايام تروح، اللي هي المنظومه المعمول بها بشكل دائم، 5 ايام تروح ويومين راحه بيولوجيه للبحيره. يعني بنطرح عقب صلاه الجمعه بالنسبه لحرفه الدبه، ويرجع يوم الاربعاء الصبح يسلم دفتره، فبيبقى تروح اسبوعي، من ضمنهم يومين راحه اجباريه للبحيره، راحه بيولوجيه بتدي يعني نوع من السكينه والهدوء للاسماك اللي حتى يبقى فيها دخول من البواغيث، وبالتالي يعني نوع من زياده الانتاج والسكينه عشان كل السمك يبتدي الحركه الكثيره باستمرار بيبقى عامل ضغط على البحيره نفسها. طب دكتور شكري طمنا كده على الاسعار. الحمد لله الاسعار يعني والله ان شاء الله هي الاسعار احنا طبعا احنا السوق كنت عاليه بقى اهو، ما صدقنا في موسم صيد. لا انا ابشر حضرتك ان الاسعار مقاطعه ولا ايه اقتصاديه، لكن السوق طبعا حضرتك انت عارفه السوق بيبقى عرض وطلب، لكن النهارده الاسعار في متناول الجميع. يعني بالنسبه لنا بالنسبه عموما يعني في طبعا احنا في السعر اللي بيطلع به بيحاسب عليه الصياد بيبقى جزء منه، بعد كده بيضاف عليه التاجر جزء بسيط برضه من يعني المكسب، وجزء برضه نقل وحاجات، بس لكن هو في الظروف الحاليه لا يعتبر انجاز، والشعب كله هيحس بهذا بتدني الاسعار او نزولها للشكل يخلي كل الناس كانت بتقول لا ده الغلبان، لا الغلبان هيلاقي سمك وياكله، هيلاقي حاجه برضه سعرها اقتصادي، سعرها كويس، والامور يعني ان شاء الله هتبقى افضل. واحنا لسه النهارده امبارح بنطلع سمك اخر النهار ده اليوم الاول ان شاء الله. مع نهايه الاسبوع حتى حضرتك فرق كتير نزول، يعني حدود 30-40% من الاسعار نزولا عن ان شاء الله باذن الله. اشكرك جدا دكتور شكري سلمان مدير عام بحيره البردويل، وكنا بنتكلم عن افتتاح طبعا موسم الصيد ببحيره البردويل. نرجع لحضرتك سياده النائبه، وكنا بنتكلم عن مدينه رفح الجديده، وحضرتك يعني بتثني على الوحدات السكنيه يعني او المدينه كلها بشكل عام. يعني والله المدينه كلها هي يعني اتعملت فيها كل الخدمات، يعني فيها المدارس، المساجد، الخدمات، محطات الصرف الصحي،
التليفونات، الكهرباء. هي مدينة متكاملة، مدينة متكاملة. وزي ما ذكر معالي الوزير المحافظ ان يعني أول يعني تفرق مع المواطن وجود مثل هذه الوحدات السكنية. طبعا تفرق مع المواطن. يعني أنا عارفة ان هو فكره دائما في التجمعات التنمويه او البيوت البدويه اكثر. يعني في هناك في تجمعات تنمويه بدات بالفعل العمل بيها. دي يعني بتراعي التقاليد والعادات بالنسبه للمواطن البدوي، ان البيت ما يكونش مجروح للبيت اللي جنبه. فانت يعني المواطن السنوي ليه الخيار، اللي عايز الشقه موجود، اللي عايز البيت البدوي موجود، اللي هي في التجمعات التنمويه اللي بدا العمل فيها بالفعل. فلا يعني هي هتوفر. احنا معظم السكان اللي نزحوا معظمهم ساكنين بالايجارات في المحافظات الثانيه او في مدينه العريش. فالايجارات دي مكلفه جدا طبعا. فانت لما تاخد شقه، وشاب مثلا لسه في بدايه حياته لما ياخد شقه يعني حتى لو يقعد فيها كام سنه كده، لما بعدين ما يقعد في بيت العيله لا ياخد من الشقق السكنيه دي تفرق كتير بتهيألي. اكيد والله. يعني فهي يعني انا بقول يعني مبروك على اهالي رفح متكامله الخدمات. احنا شفنا وحده صحيه، يعني شفنا حاجات فيها كتير. كل وحضانه ومستشفى يعني هي مدينه متكامله. مدينه متكامله. واحنا بنشكر والله السيد الرئيس على هذه الانجازات على ارض سيناء من داخل الوحده السكنيه، يعني متشطبه كمان وكامله. كله طبعا بمجهود معالي الوزير المحافظ معانا، وان احنا دايما بنتشاور في كل حاجه على ارض سيناء، على ارض شمال سيناء. كمان عايزه اهني الصيادين. احنا اشتغلنا على الموضوع ده جامد، ان هم يعني يطلعوا يصطادوا بالليل، لان بالليل بقول لك ان التجمعات السمك بتبقى اكتر من النهار يعني. فاحنا يعني بنبارك لهم على هذه البشرى الجميله. بس تتابع بقى موضوع الاسعار بقى يعني. لا ده لازم نتابع الاسعار. يعني الشكاوى بتجيلنا على طول اول باول يعني ان شاء الله يعني. طيب خلينا نتكلم عن جزئيه هامه برضو، ومن ضمن الانجاز عوده مهرجان الهجن وحضور السيد وزير الشباب والرياضة لأرض محافظة شمال سيناء. وده كنتوا تقريبا بقالكم سنين بتفتقدوا هذا المهرجان اللي كانت بتشتهر بيه سيناء. والله هو يعني عودة سباق الهجن لأرض شمال سيناء اللي هو أصلا كان يعني أول ما اتعمل على أرض شمال سيناء. اتعمل على أرض شمال سيناء. فدي السنة الثالثة اللي بنحتفل بيها بعيد تحرير سيناء، وموجود فيه سباق الهجن. فيعني سباق الهجن ده من أهم العلامات اللي بتميز شبه الجزيرة شبه جزيرة سيناء يعني. ودايما بيحرص معالي وزير الشباب والرياضه بيحرص على انه يبقى متواجد. يمكن هو من اكثر الوزراء اللي جه شمال سيناء، يمكن دي الزياره الخامسه ليه منذ ان يعني الامن بقى كويس والدنيا دايما بيجي لنا يعني، حتى سواء في العيد او من غير عيد يعني دايما بيجي لنا. عندنا نادي الشيخ زويد الرياضي كمان تم تطوير حلال وتجديد ليه. في كل قريه فيها ملعب خماسي، يعني توفير مثلا الرياضه لابناء القريه عشان يشغلوا وقت فراغهم بدل ما فكرهم يروح هنا ولا يروح هنا. يعني خلينا نستمع كده لكلمة السيد وزير الشباب والرياضة. اتفضلي. عيد تحرير سيناء وقواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية، وبنشكر معالي الوزير سيادة المحافظ الحقيقة على الدور الكبير اللي بيقوم فيه وقام بيه، سواء أثناء فترة يعني محاربة الإرهاب، والحقيقة مع يعني أهالينا في سيناء تحمل عبء كبير جدا، وبعدين مرحلة التنمية والتطوير، وبعدين المرحلة الحالية في تطبيق توجيهات القيادة السياسية في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في إغاثة أهالينا وناسنا في غزة الحقيقة. وده دور كبير جدا ومحترم اللي بيعبر عن يعني دور أداء الدولة المصرية. أكيد إحنا النهاردة موجودين لأن هناك يعني بمناسبة يعني أعياد سيناء هناك العديد من التفقد والتتبع. استاد العريش الحقيقه احنا يعني في خطه طموحه لتطوير وتحويل كمان الى نادي يخدم اجتماعي يعني كل اهلنا في العريش بالتنسيق مع معالي الوزير، وايضا المدينه الشبابيه والتطويرات الموجوده فيها، وكذلك المشروعات اللي موجوده. وطبعا احنا دايما اهتمام
لشيء بتحبه يعني قبائل سيناء، الهجن. فالنهارده يعني التتبع للدوره الثالثه المقامه ثالث سنه على التوالي للهجن، وده طبعا مضمار سياده الوزير الحقيقه ساعد في تطويره بشكل كبير جدا. طيب خلونا ينضم معنا الأستاذ إبراهيم سالم المدير التنفيذي لمتحف التراث السيناوي. برحب بيك يا أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم. طيب عايزين نتكلم عن المتحف التراث السيناوي ده. شايفاه بيضم بقى قطع نادرة، اللبس، الزي، الحاجات الجميلة دي. أكيد كل محافظة بيبقى ليها متحف خاص بالتراث السيناوي أو التراث المواطنين الموجودين بها، فهو بيضم طبعا اللي هي زي مثلا اللبس السيناوي، الأدوات اللي كان بيستخدمها المواطن السيناوي سواء في الأكل أو في زراعة أرضه. زي ما احنا شايفين اهو عاملين الخيمه اللي كان عاملين مجسمات باللبس الزي السيناوي. الخيمه اللي كانوا بيكونوا متواجدين فيها زمان، مقتنيات الحاجات دي كلها استعمال شخصي، سواء في الزراعه سواء في النخيل مثلا، حاجات كده اللي كانوا بيطلعوا بيها النخل، الحاجات اللي بيحملوا فيها الاكل والشرب لمسافات طويله، لانهم كان بيروح طبعا العيش، خبيز العيش زي ما احنا شايفين على الشاشه. استاذ ابراهيم سالم المدير التنفيذي لمتحف تراث السيناوي، برحب بيك، اهلا وسهلا بيك. برحب بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب وبخير. كل سنه ومصر كلها بخير، وشمال سيناء بمناسبه اعياد تحرير سيناء وجمهوريه مصر العربيه كلها. خلينا ناخد منك تفاصيل عن المتحف التراث السيناوي اللي تم افتتاحه بمناسبه الاعياد او عيد تحرير شمال سيناء. اتفضل. في البدايه يعني استاذن حضرتك عايز اقدم تهنئه لشعب شمال سيناء والى قيادات التنفيذيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعطاء رسالة الأمن والأمان في محافظة شمال سيناء، مما أتاح لنا الفرصة أن احنا بالفعل نقدر نبدع في جو آمن وجو هادي. ويعني في الحقيقة سنة 23 كانت سنة النصر على دحر الإرهاب، ودي نتائجها اللي احنا فيه حاليا. بالنسبة للمتحف التراث السيناوي طبعا أنا هدي نبذة صغيرة عنه. هو أنشئ عام 1990، ثم كان عبارة عن لجنة، وكان في مكان صغير كده خشب وحاجات، بس كان في ناس مهتمين بجمع التراث، واحنا بنطلق عليهم الرعيل الأول محبي وجامعي التراث. ثم بعد كده هم توجهوا لمدير التضامن وطلبوا ان هم يعملوا جمعية، لأن قانون الجمعيات الأهلية بيسمح للجمعيات انها تعمل أنشطة تراث وتتملك المتاحف زي ما تتملك العقارات والحاجات دي. فبالفعل تمت الموافقة وتم إنشاء المتحف. المتحف سمع بقى، وجت جهات عالمية ومنها جهة هولندية وعملوا المتحف على طراز عالمي. طبعا يعني كان المتحف أنا ما كنتش موجود بس أنا ملم بيه يعني. كانوا يعني عبارة عن قاعات عرض، قاعات للمرأة، قاعات للطفل، آثار، بانوراما، مقتنيات. أنا شايفة في مقتنيات يعني المقتنيات دي احنا بنسميها القديم مش الجديد. في تراث وفي آثار. التراث اللي هو المقتنيات الصغيرة دي اللي هي عبارة عن الحاجات اللي حضرتك شفتيها بقى في الصور أو شفتيها في البرامج والحاجات دي. أما الأثر ممكن يكون حاجة مجسمة، يعني مثلا بيت عرايشي مجسم، أنا مش هقدر أنقل البيت بحاله وأحطه في المتحف، لكن بجسمه عن طريق الفنانين والرسامين، وده بنسميه أثر. في 2015 حدث في الإرهاب الأسود أنه الكتيبة اللي هو كان ملاصق لكتيبة في تبع الجيش يعني، فحصل انفجار فدمر المتحف خالص، لأنه كان فيه عبارة عن ألواح إزاز، باترينات، أسقف خشب، يعني اللي قدرنا نوصل ليه ما يجيش 10% من الموجود جوه المتحف. إلى جانب ذلك
طلبت الجهات المعنيه والحكوميه ان لازم الحاجه دي تتنقل اما لاحد الجمعيات، اما لجهه حكوميه، اما تروح جنوب سيناء في متحف جنوب سيناء. فما كان الا من الناس المسؤولين عن الجمعيه في ذلك الوقت قالوا نروح للتضامن، وللتضامن بحثوا لغايه ما لقوا جمعيه اسمها حقوق المراه السيناويه لديها نشاط اسمه نشاط الحفاظ على التراث. الى جانب ذلك هذه الجمعيه لديها مكان ومقر كبير جدا، فاخذوا موافقه السيد المحافظ في ذلك الوقت وتم نقل هذه المتبقيات بقى، مش هنقدر نقول هذا المقتنيات كثيره يعني متبقيه يعني يعني حاجات تم جمعها يعني 10% يعني وتم نقلها الى مقره الجديد في جمعيه حقوق المراه. جمعيه حقوق المراه خدته وحطته في مخازن، وما كانش طبعا في الوقت ده انا ما كنتش موجود برضه حد فكر يشغل المتحف يعني. الى ان كلف السيد محافظ شمال سيناء الحالي اللي هو شوشه لجنه من سياده النائب هشام اللي هو هشام، ولجنه عسكريه تقريبا من الاداره الهندسيه قوات مسلحه، وجم وقعدوا مع السيد رئيس مجلس الاداره وقالوا لها طيب انت ليه حاطه الحاجات دي في المخازن؟ طب الناس ما شافتهاش وما تعرفهاش. اصلا انا ما يعني المكان اللي عندي صغير ما يعني ما يأديش الغرض. قالوا يعني احنا هنشوف مكان وبس، المهم مبدئيا لازم الحاجه دي تظهر للناس والناس تشوفوها. واتعمل بقى المتحف اللي احنا شفناه ده. هي مجرد ما اللجنه مشيت هي وقعوا على اختيار عليا، انا ما بعرفش بقى تم ازاي. وجيت انا لقيتها بتتصل بيا وتقول لي حضرتك تم تكليفك مدير تنفيذي للمتحف. ان شاء الله المتحف يكبر باذن الله. بشكرك جدا استاذ ابراهيم سالم المدير التنفيذي لمتحف التراث السيناوي، وان شاء الله يتم نقل المقتنيات دي وتجميع بقى المتبقي باذن الله، يكون متحف كده كبير وعالمي باذن الله. وان شاء الله يا ريت حضرتك تطرحي هذه الفكره. خلينا نرجع بقى تاني فعلا الموضوع ده يعني. يا ريت. عايزين نتكلم كمان عن هناك بقى يعني مشروع اخر اللي هو السجاد. ده معرض ايادي مصريه، وكان خاص المعرض ده وقيم في المحافظه بعدد من المعروضات للسجاد والكليم، ويعني لكل السيدات بقى اللي بارزين في هذا المشروع. والله هو السجاد السيناوي او الكليم السيناوي ده بيتميز بزخرفه خاصه باهالي سيناء، وبيتميز بالجوده. عندنا يعني والسيدات عندنا مهارات خالص في صنع اللي هو الكليم السيناوي ما شاء الله، وعليه اقبال يعني هو يعني زي ما تقولي بيوفر فرصه عمل للسيدات، وبيعمل دخل برضه للاسره المنتجه الكليم السيناوي بالتحديد يعني. فعامة الشغل اليدوي السيناوي مطلوب يعني، بيحبوه، عليه اقبال شديد جدا، لان هو يعني يخلوه يواكب العصر يعني. في تطور يعني، ما عادش بقى اللي هو التوب وخلاص، لا بقى في الشلام دلوقتي، وفي اللي هي العبايات البيت عليها تطريز، في مفارش البيت، مفارش الانتريات، الصالونات، الصف، يعني بيدخلوا الشغل اليدوي في كل حاجه. فلما بيكون في تطوير في خلينا نتكلم كمان عن إنشاء الحديقة المركزية في مدينة العريش، ودي تقريبا على مساحة 58,000 متر مربع بجوار الصالة المغطاة، وتقريبا على 3 مراحل يعني. برضو يا ريت نشوف ده الحفل الفني طبعا اللي كان بيتكلم عن سيادة المحافظ، كان في قصر ثقافة العريش. وكان بحضور السيدة وزيرة الثقافة موجود، ومعالي الوزير المحافظ موجود، وضيوف شمال سيناء. طب خلينا نشوف ده اللي هو ده اللي كان بيقول عليه الدبكة. ايوه الدبكة اللي خاصة بشمال سيناء يعني. الفقر اللي خاصة بشمال سيناء. تصريح للسيدة وزيرة الثقافة. اهلا بيكم هنا في مدينه العريش، واحنا بنشكر معالي الوزيره على حضورها الدائم في جميع المناسبات وتوجيهاتها في المجالات الثقافيه بصفه خاصه. وانا على المستوى الشخصي يعني عاشق للمواد الثقافيه وبحب الانشطه، واحنا بنستغل الثلاثي التربيه والتعليم والشباب والرياضه والثقافه، ال3 مديريات ديت
لما بتتعاون مع بعضها بتطلع منتج يعني يغير المفاهيم. واحنا اللي احنا عايزينه في خلال هذه المرحله ان احنا نغير المفاهيم. نحتفل بأعياد سيناء في قصر ثقافة العريش، وبنستعرض نتاج الورش الفنية والثقافية اللي تم إقامتها على مدار العام منذ العام الماضي من لوحات الفن التشكيلي ومنتجات حرف تراثية للورش اللي تم إقامتها في قصر ثقافة العريش. طبعا يعني هو متابعة الأنشطة في كافة المحافظات، وخاصة يعني احنا بنولي اهتمام خاص جدا بالمناطق الحدودية طبعا، من ضمنها محافظة العريش، والأنشطة اللي فيها مستمرة طوال العام زي ما قلت لحضرتك، ويعني الاهتمام بتنمية المواهب للأطفال وللشباب ده مهم جدا في تنمية الشخصية. نرجع تاني مع حضراتكم ومع سيادة النائبة عايدة السرقة عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، وعايزين نتكلم عن يعني يمكن الجزء الأخير عن التعليم، بعد كده نعلق عن كل الإنجازات اللي احنا شايفينها بالفعل. يمكن من ضمن هذه الإنجازات افتتاح بعض المدارس، ومنها كمان افتتاح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش. اتفضل. طبعا التعليم من اهم حاجه اللي هو التعليم في شمال سيناء. المدارس عندنا فتحنا عده مدارس في القرى اللي هي مثلا بدل ما التلاميذ يتسربوا. ده اللي قدامنا معرض ايادي مش كده، اللي هو خاص بالسجاد والكليم اللي حضرتك ذكرتيه من شويه ده. تمام اتفضل. فالمدارس مهمة جدا لمواصلة التعليم للأجيال وللطلبة، وتوفير الوقت. لما تكون كل قرية فيها مثلا على الأقل مدرسة ابتدائي وإعدادي بتساعد إن حتى أولياء الأمور إن هم يحرصوا على تعليم أبنائهم، بدل ما كان الطفل أو التلميذ يروح مسافات طويلة عشرات الكيلومترات عشان يوصل لمدرسة، ممكن يتسرب، ممكن مثلا بيكون عائق
لا معالي الوزير المحافظ يعني من اول ما رجعت القرى هو حرص على ان كل قريه يكون يبتدي بالقرى الام ان هي تطوير مدارسها، اعاده بنائها. انت عارف اتضررت من الحرب على الارهاب، فكان كل قريه يعني السنه اللي فاتت افتتحنا برضو مدارس، والسنه دي مدارس اللي هي في قريه طويل، مدرسه اعدادي في قريه طويل، دي مهمه جدا. انا زرتهم فعلا وكنت معاهم في مطالبهم وان هم عايزين مدرسه، وفعلا تم بالفعل افتتح معالي الوزير المحافظ المدرسه في قريه طويل. بالنسبه برضو لمعرض التعليم الفني اللي شفناه خاص بالفندقي والتجاري، هي يعني بتخلي الطالب لما يخلص فتره التعليم بيطلع معاه يعني عايزين نقول معاه مهنه من يعني هو على حسب الرغبه بتاعته وبيدرس المهنه اللي هو عايزها. لما يطلع يكون معاه مهنه يعني ممكن يفتح مشروع ويشتغل، ما يستناش وظيفه مثلا او كده يعني. طيب خلونا نسمع كلمه السيد المحافظ. الاعداديه يعني من الثانوي بنخش فيها، اللي هم ان شاء الله هيكونوا يعني عايز اقول ركن اساسي في رفع كفاءه التعليم الفني البحري ان شاء الله. شفنا ده افتتاح مدرسة سلمانة الثانوية بيفتتحها طبعا السيد المحافظ. يعني اهتمام كبير بالتعليم، سواء التعليم الفني أو التعليم الثانوي والتعليم الأساسي الابتدائي وغيره. التعليم طبعا التعليم هو اصلا يعني اهم حاجه التعليم، يعني كل حاجه بتحصل بكل لازم يكون التعليم اهم حاجه يعني. ف في المجمل يعني عايزين نقول ان سيناء بتشهد مسيره تنمويه شامله على جميع الأصعدة، تعليم، صحة، مشاريع، مساكن، خدمات، الاستثمار الزراعي، خدمات الاستثمار الزراعي، الحاجة اللي ما تكلمناش عنها اللي هي نقل من مياه تحلية محطة معالجة الصرف الصحي من محطة بحر البر لشمال سيناء لزراعة ما يقرب من 500,000 فدان في وسط سيناء اللي شغالين فيها بالفعل. يعني يمكن شهور وهتبتدي تشتغل، هيبتدي تقسيم الأراضي وتتوزع على مواطني شمال سيناء إن شاء الله. يعني لا مستقبل واعد. إحنا عندنا شمال سيناء فيها مقومات دولة سواء زراعية، سياحية، الشواطئ عندنا 200 كيلو شاطئ البحر المتوسط، تعدين يعني لا يعني فعلا مقومات دولة. يعني إن شاء الله مستقبل مواد الخام موجودة مواد الخام، وعندنا مصانع الرخام، مصانع الأسمنت، كل حاجة موجودة على أرض سيناء. يعني ده مطار البردويل مش كده؟ السوق الحر. ده من ضمن الحاجات الإنجاز على أرض، أو ده موجود على أرض الواقع ولا لسه ده من ضمن المشروعات؟ المطار تم من ضمنهم ولا لسه؟ مطار البردويل لسه من ضمن المشروعات ممكن يكون من المشروعات المستقبلية. لا احنا شايفين ما شاء الله إنجاز، وفي خطط استراتيجية بإذن الله هتطبق بشكل كبير على أرض سيناء، سواء في وأكثرها يمكن في الشمال. انت شمال سيناء يعني احنا عايزينه الجو زي جو الإسكندرية بالظبط، جوها معتدل جدا، يعني بتبقى في الصيف طبعاً. جميلة جدا. احنا ان شاء الله نستقبل المصطفين، يعني بتمنى من اهالي جمهورية مصر العربية يزوروا سيناء ويشوفوا الحاجات ويشوفوا المشروعات على الارض. جذب للاستثمار السياحي كمان مهم جدا، لان بتمتلك المقومات. أكيد. الزراعة، مهرجان الزيتون، ابناء مواطني شمال سيناء شاطرين جدا في الزراعة. يعني هم حتى لما نقلوا المحافظات التانية عملوا طفرة زراعية. يعني انا كنت بزورهم في المناطق المحافظات اللي نزحوا فيها، انا شفت شغلهم ما شاء الله عليهم، يعني مزارعين من الدرجه الاولى، يعني شاطرين قوي في الزراعه. ده مجمع مصانع رخام ده في الوسط تقريبا على ما اعتقد. يعني الزيتون طبعا الزيتون اللي بتشتهر به شمال سيناء، يعني هو زراعه اشجار الزيتون. طبعا يعني احنا مستنيين المصانع بقى عشان التخليل والزيت وتصدير الزيت، وان شاء الله يعني اللي بيوفر كمان فرص عمل للشباب وجذب. برضه احنا عايزين، مش عايزين يعني، احنا عايزين كمان جذب من المحافظات ابناء الوادي، احنا عايزينهم برضه يسكنوا في شمال سيناء. يعني ان شاء الله هو التنميه امن قومي
لشمال سيناء وللدولة المصرية. خلينا نقول بقى كلمة أخيرة لأبناء محافظة شمال سيناء بمناسبة العيد القومي. والله هي أول حاجة طبعا بقول لهم كل سنة وانتم طيبين، وبطلب منهم أن يحافظوا على الإنجازات اللي حصلت. يعني احنا عشان نطهر سيناء من الإرهاب كانت هناك تضحيات غالية من أعز أبناء جمهورية مصر العربية، ضحوا من أجل الحفاظ على التراب. الحفاظ على التراب يأتي بعد التضحية، يأتي بالعمل. احنا عايزين يعني يشتغلوا بكل جد، يعني اي حد يقدر يعمل حاجه يعملها على ارض شمال سيناء، يحافظ عليها، يواصل التنميه ويواصل التطوير، يعني يكون انسان فعال ومنتج. اللي يمكن كثيرين ما يعرفوش ان انت برضو من ضمن الناس اللي ضحيتي بزوج الحمد حضرتك لله يعني استشهد ايضا وبيأدي واجبه في محافظة شمال سيناء. فطبعا وما زلتي بس حاطه الصورة بتاعته، يا ريت نشوفها. انا لما اتحرك من غيرها بحس ان في حاجه ناقصاني. ممكن نشوفها يعني كريستين بعد اذنك، لان حاجه جميله وشيء يعني تحيه لكل شهيد على ارض شمال سيناء، بنقدم لهم التحيه ولاسرهم ايضا التحيه. فطبعا انت حضرتك واحده من قدمتي تضحيات ايضا، وبرضه خليتي اولادك برضه في نفس مسيره والدهم، يعني ان هم يكملوا، ما خفتيش، ما قلتيش لا مكملين. لا الحمد لله احنا مكملين. احنا زي ما كان لما اتعرض على زوج الشهيد اللواء محمد سلمي السواركه ان هو يترك سيناء، طبعا قال لا انا ازاي اتركها وابناء يعني اخواتي من المحافظات الثانيه يجوا يدافعوا عنها. احنا اولى، يعني احنا اولى ان احنا نبقى متواجدين. وكان صادق في كلامه وتم يعني الاستشهاد، يعني نال الاستشهاد في يوم عظيم، يوم 27 من رمضان بعد صلاة الجمعة، يعني نال الشهادة وهو مقبل. فربنا يجازيه عنا خير ان شاء الله، ويسكن فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والانبياء. اللهم امين. كل التحيه وكل التقدير لحضرتك، شرفتينا ونورتينا، ويعني ما بنحسش ان هو عيد لما بتكوني معانا، يعني بجد والله. وانا دايما ببقى سعيده بتواجدي وسعيده بحديثي عن سيناء واهالي سيناء. اكيد. كل سنه وحضرتك طيبه وبخير، اتمنى لك التوفيق، واتمنى نشوف محافظه شمال سيناء من المحافظات البراقه في كل شيء من المقاومات، ويتم استغلالها بالشكل الامثل الصحيح. واحنا عارفين قد ايه ان انت بتبقي حريصه على تقديم كل الخدمات لكل ابناء محافظه شمال سيناء. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم الكثير ان شاء الله لاهالي شمال سيناء واهالي الدوله المصريه. ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبه. بنشكر في نهايه لقاءنا النهارده في قلب الحدث سياده النائبه الاستاذه عايده السواركه، عضو مجلس النواب عن محافظه شمال سيناء. كل التحيه والتقدير لحضرتك، كل سنه وانت طيبه. اشكرك جدا، شرفتيني ونورتيني. اشكركم اعزائي المشاهدين، ودايما معكم في قلب الحدث.